بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أما بعد، من قناة الحياة الإقليمية لايف. النهاردة بفضل الله عز وجل هنتكلم على فضل الصلاة على خير المرسلين سيدنا محمد، فضل الصلاة على النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. والله 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 مفيش أجمل من الصلاة على سيد المرسلين. فاضي صلي على النبي، مشغول صلي على النبي، معاك مشكلة وعايزة تتحل صلي على النبي، معاك مشوار وخايف منه صلي على النبي، عايز ربنا يزيدك نور وبركة وصحة صلي على النبي، معاك شيء شغلك وخايف منه وعايزه يتيسر صلي على النبي. والله والله هذا الكنز عطاؤه كبير جدا 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 جدا. الصلاة على النبي فك من كل كرب، وفرج من كل اتجاه، ويسر من كل عسر. هحكي لكم قصة وجيزة تعرفوا قدر فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كان في ذات يوم من أحد الفقراء كثرت عليه الديون. من منا لست عليه ديون؟ كلنا مديونين وعلينا فلوس وعلينا وعلينا وعلينا، بس احنا غفلين شوية من ربنا، غفلين من الإيمان، غفلين من العبادة، غفلانين من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا هديك سر بسيط وجميل وبين يدك وسهل، لكن ثماره كبيرة وثماره عظيمة. القصة اللي رجعت ثاني حضرتك، كان في أحد الفقراء كثرت عليه الديون، ومن ضمن الناس اللي مديناه كان عليه بالمثال 1000 دينار، فاشتكاه لأحد المجالس العرفية أو القضاة. وأثناء الجلسة القاضي قال له: يا فلان، ماذا تريد قبل أن يتم الحكم عليك؟ قال له: عاوز إيه قبل ما نحبسك؟ نفسك في حاجة عشان قبل ما نحبسك؟ فكان الرجل الطيب ده، الرجل الفقير، كان من ضمن المقربين لحضرة النبي، ومن ضمن المصلون على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال للقاضي: أطلب طلبا بسيطا واحدا قبل أن تأمر علي بالحبس. قال له: ما طلبك؟ قال له: أخذ ليلة أبات وسط عيالي مع زوجتي وأولادي، وبعدها سأعود إليه. فاندهش القاضي من هذا الطلب، فقال له: وما الضامن بأن أفرج عنك لمدة ليلة وتعود إليه؟ وفي وقتها كان القاضي زيه من المقربين لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الذين يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الذين يشاهدون النبي صلى الله عليه وسلم. فشعر بصدق الفقير، فقال له: ما الضامن لي حتى أفرج عنك لمدة يوم أو ليلة وترجع لي؟ قال: ضميني والضامن لي عندك سيدي رسول الله. فعندما سمع هذا الأمر القاضي، وكان من المحبين، أخلى عنه وأفرج لمدة يوم أو ليلة. وهنا ذهب إلى بيته وأولاده الفقير البسيط المحب لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما طرق الباب فتحت الباب له زوجته، قالت له: يا فلان، سعدت علي وعلى أولادي الليلة بهذه الدار، ما الذي أتى بك بعد أن كان شكوك الأهل وشكوك الرجل الظالم وكنت ستحبس؟ قال لها: حدث كذا وكذا وكذا، وسأخذ معكم ليلة فقط وسأعود، وهذا وعد بيني وبين ربي، والذي يضمنني سيدي رسول الله، ولن أخزل أبدا سيدي رسول الله في أمري. فروى لها القصة، فجلس مع أهله وأولاده وزوجته، وأخذوا هذه الليلة حتى الصباح يذكرون في النبي صلى الله عليه وسلم هو وزوجته، حتى بلغته سنة من النوم. وإذ في نومه فإذ يرى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في النوم يقول له: يا فلان، لا تحزن، فلقد سد دينك، سد دينك، اذهب إلى القاضي وقل له بأمارة أنت كل يوم تصلي علي 1000
وفي ذات يوم لم تكتمل الألف لقد احتسبناها لك بشرط أن تفرج عني. فبعد هذه الرؤيا قام مفزوعا مشروح القلب سعيد، فروى لزوجته هذا الأمر فقالت له: مبروك، فإن سيد الخلق بشرك بالفرج. فذهب إلى القاضي ونفذ وعده، وأثناء الجلسة للمرة الأخرى قال له القاضي: ماذا فعلت بالأمس؟ قال: والله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويبلغك التحية ويقول لك: يا فلان لقد كنت تصلي علي كل يوم 1000، وفي ذات يوم لم تكمل 1000 فنمت، فلقد احتسبنا لك هذه 1000 بشرط أن تفرج عني. فقال القاضي: سنفرج عنك وسأسدد لك دينك. فهذه قصة بسيطة بفضل الصلاة على النبي. يا جماعة والله الصلاة على النبي تفرج الكروب وتيسر العسر وتسهل الأمور وتعطي لك ما تتمنى. انت ما تعرفش انك لما تصلي على النبي بقلبك، انا عايزك تصلي على النبي مش بلسانك وبس، بلسانك وقلبك. لما تصلي على سيدنا النبي بلسانك وقلبك الدورة الدموية كلها معاك بتتجدد، وشك بينور. عارف ايه الدليل؟ شوف اي حد ربنا يوعدنا واياكم اعزائي المشاهدين راح عند سيدنا رسول الله في عمره او حج، انا بقول له بص في وجهك انت وهناك، وبص في وجهك بعد ما ترجع او قبل ما تذهب، ستجد وجهك مشع بالنور. ليه؟ لأني عندما هناك بتقرب من سيدنا رسول الله فينظر الوجه، فإن نظر الحبيب إلى وجه أحد من المسلمين زاده الله نورا من نوره. وأختم حلقتي، كنت معكم محمد فوزي مدني، خبير العلوم الطاقة والخواطر، برنامج لسه فينا الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.